ازيكم عاملين ايه؟ انا ريهام من جوستو فود. النهارده هنعمل حلاوه المولد يا جماعه بمنتهى السهوله، ومش صعبه خالص، وسهل جدا ان احنا نعملها في البيت. تمام. وليه يعني الكيلو ب 600 جنيه يا جماعه؟ ها، 600 جنيه ليه بجد؟ هنعمل حاجه نظيفه مع بعض ومضمونه. طبعا يعني مش هتبقى معقده زي اللي فيها عسل كلوكوز او الشغل بتاع المصانع وكده. تمام. هنبتدي مع بعض. هاقول لكم المقادير وأنا شغالة. دي كوباية سكر، هنحطها على النار لحد ما تتكرمل، مش هنضيف أي حاجة ولا مَيّة ولا أي حاجة. تمام، على نار هادية. تمام. أنا هنا قلبت فيه شوية كده بسيطة. آآ وهنا بُصّوا، أنا يعني قُلت أصور لكم عشان لو عمل فيها تكتلات كده عادي، ما باظ منِّك ولا أي حاجة. على النار كده بالراحة، هتفضلي تقلبي فيه لحد ما تروح. دي الطاسة التانية اللي هنحمّل فيها السمسمية. تمام. أنا جايبة ربع كيلو من السوداني وربع كيلو من السمسم. تمام. حمّصت السوداني في البيت والسمسم جايباه متحمّص جاهز. هاحط على الكراميل مكعب زبدة كده حلو كبير. تمام. وهنقلب لحد ما تختفي الزبدة خالص. إحنا عندنا هنا في الوصفة اللي هنضيفه، الإضافة اللي هنضيفها البيكنج صودا. البيكنج صودا إحنا معانا معلقة صغيرة بس هنقسمها على الاتنين. بُصّوا لمّا رشيت عملت إيه، عمل فوم كده بيدّي هشاشة للحلاوة بتاعتنا، لحلاوة المولد، يخلّيها هشة وكده. تمام. هنا هننزل بالسوداني بس ما تنزلوش بالكمية كلّها عشان هيقفش معاكم، الكراميل هيمسك معاكم. تمام. أنا هنا ما عرفتش أصوّر لكم عشان لازم أقلّب وأنا ماسكة الموبايل بإيدي. تمام. بُصّوا هنا كده مسك. تمام. هافضل أقلّب فيه لحد ما يفُك معايا. بس هنا لازم نفضّي على مفرش سيليكون. ما عندكيش مفرش سيليكون، على الرخامة. تمام. بس الرخامة اللي هي الرخام، مش كاونتر بلاستيك أو خشب. تمام، عشان ما يبُص منِّك، الرخامة نفسها ما تبُص منِّك. الرخامة بتاعتنا عادية خالص، وامسحيها مسحة زيت بسيطة كده، وانزلي بالخليط بتاعنا ده عليها. تمام. بُصّوا أنا باحبه أساسًا، يعني الوصفة دي لمّا عملتها صراحة أنا عملتها من 8 سنين. باحب أكسّره كده عشوائي. تمام. هنا عايزين تعملوه دواير. أنا هنا طبعًا ما عنديش قطّاعة دايرة، فطلّعت بتاعة الكحك دي، ده شكل كده دايرة. تمام. وهاقطّع لكم برضه مربعات. هنا الكراميل التاني بتاع السمسمية آآ حلو أهو معانا، هنحط عليه الزبدة. تمام، لحد برضه ما تختفي، وهننزل بالبيكنج صودا عليه. قُلنا إن هي بتدّي هشاشة للكراميل بتاعنا، وبتخلّي الفولية أو السمسمية خفيفة كده وهشة معانا. تقدروا طبعًا تستخدموا لوز، بندق، أي حاجة أنتم بتحبوها. تمام. وحاجة مضمونة في البيت عملناها على نضافة، وكمان تكلفتها مش عالية خالص، خالص، زي الأسعار الخزعبلية اللي هم أساسًا منزّلينها في السوق دي. تمام. هنسويها برضه، بس خلّوا بالكم برضه عشان سُخن جدًا. ما تتلسعوش، وخلّوا برضه في حتّة الكراميل وأنتم بتعملوه. يا ريت الولاد يبقى بعيدين تمامًا عننا، ونخلّي بالنا برضه وإحنا بنشتغل كده عشان لسعته بتبقى صعبة جدًا يعني. ربنا يحفظنا جميعًا. بس هاقطّعه بقى. تمام. أنا هنا هو مش باين أوي في التصوير، باقطّعه مستطيلات كده، وباعمل فيها الخط اللي في النُص ده اللي هو بيبقى جاية في الأكياس كده، الواحدة بتبقى متقسّمة 2 أو 3، فاهمينّي؟ بس وأقطّع لكم برضه دواير كده زي ما قطّعت الفولية أو السودانية. أنا اخترت السمسم والفول السوداني عشان سعرهم مش عالي أوي. تمام. والناس تقدر تجيبها يعني. ال اللوز برضه أنا باجيبه برضه، والبندق الربع برضه رخيص، مش غالي أوي، 80 جنيه على ما أظن. بس أنا يعني خلّتني في 2 حنيّنين كده على الجيب. تمام. ويعني وسهّلت لكم الموضوع. أتمنى إن شاء الله إن الفيديو يعجبكم وتنفّذوه وتبعتوا لي تطبيقاتكم. بُصّوا طعمه جميل أوي. تمام. وخفيفة جدًا، ومش ناشفة أوي اللي هي يعني تيجي تقطمي الحتّة بقى تلاقيها
تقعدي كده تقرش معاكِ عقبال ما تقطمي، تيتة وجدو بقى ينبسطوا جدًا لو عملت لهم الحاجات دي، اللي ما بيقدروش بيبقى نِفسهم فيها جدًا، بس ما بيقدروش ياكلوها عشان أسنانهم. بُصّوا شكلها جميل إزاي، بُصّوا الجمال. أنا باحب بقى أكسّرها تكسير عشوائي كده، تمام، بتبقى تحفة، يعني أنا باحبها كده أكسّرها كده وخلاص. يعني أنا أول مرّة عملتها من 8 سنين فعلًا، وكل سَنة كنت باعملها للولاد في البيت. شكلها جميل وتحفة وطعمها رائع. بُصّوا ده أهو بيتكسّر بمنتهى السهولة إزاي، طعمها حلو جدًا، جدًا، جدًا. إن شاء الله تعجبكم، هاستنى تطبيقاتكم، وما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وسبسكرايب وشير.